بشيرا. من أحب أن يستمع إلى القرآن الكريم لفظا طريا كما أنزل وكما نحسبه كذلك فليقرأه الآن بعد سماع القارئ ياسين الجزائري. كم من المدارس القرآنية وكم من الشباب وكم من القراء وكم من المبتدئين في قراءاتهم القرآن الكريم استمعوا إليك يا سيدي وأنت تحبر القرآن تعبيرا، وأنت تقرأ القرآن كأنما أقرأك عثمان بن عفان. لله درك يا سيدي، فخذ ونحن وراءك إن شاء الله. شكرا. لا بعدين أنا مش معلق وراء هذا كيف كويس نقول يعلق عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بوجودنا بينكم أصالة عن نفسي ونيابة عن مشايخنا وقرائنا. أقول لكم بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير. ووجود الشيخ كمال في مجلسنا كلزوم وجود الملح في الطعام. أقرأ برواية ورش من طريق الإصبهاني كما اصطلح عليه أهل المغرب للترجمة، والأصبهاني كما هو معروف عند المشايخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق
معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال